اسهل سكه سفر لالمانيا. مش محتاج يكون معاك فلوس ولا حتى بلوكد اكونت، ومش محتاج يكون معاك درجه علميه عاليه، بالعكس بغض النظر عن مجال دراستك الحالي. لو بتدرس حقوق، اداب، معاك ثانويه عامه، صنايع، تجاره، علمي، ادبي، مش فارق. اكتر الوظائف طلبا في المانيا والاكثر احتياجا للاجانب. نص مليون فرصه عمل في الخمس سنين اللي جايين بس، وكمان وظيفه مضمونه مليون في المية بعد التخرج. وراتب شهري اثناء فتره الدراسه ما بيقلش عن 1200 يورو بروت، وكمان لما بتتخرج فريش الراتب بتاعك ما بيقلش عن 4300 يورو بروت. اظن فهمت وانا بتكلم عن ايه. الاوس بيلدونج او التدريب المهني. وهتكلم النهارده تحديدا عن البفليجه فخمان او اوس بيلدونج التمريض. هنحاول نجاوب على كل الاسئله اللي تخص الموضوع ده هنا في فيديو واحد بس عشان تعتبره ريفرنس ليك. ايه هو اوس بيلدونج التمريض، ومده الدراسه فيه قد ايه، وبتدرس ايه بالظبط، وبتقبض كام بالظبط اثناء فتره الدراسه وبعد التخرج. ايه هي شروط التقديم والاوراق المطلوبه، تقدم اصلا فين وازاي، ايه هي الخطوات بدايه من تجهيز الورق مرورا بالفيزا ولحد ما تخلص الاوس بيلدونج تمريض وتاخد شهادتك. ايه هي المشاكل والصعوبات اللي ممكن تقابلك واللي هتخليك تحدد السكه دي مناسبه ليك ولا لا. اسئله كتيره هنجاوب عليها في الفيديو ده، فما تنساش تعمل شير علشان غيرك يستفاد، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب. ودلوقتي قوم هات ورقه وقلم علشان هنقول كلام مهم. اول سؤال معانا، ايه هو اوس بيلدونج التمريض او البفليجه فخمان؟ تقدر تعتبره تدريب لمزاوله مهنه التمريض من خلال دراسه نظريه وعمليه، واللي بتكون مدتها 3 سنين او بمعنى اصح 4600 ساعه، متقسمين بين الدراسه النظريه او البخوفس فخشوله والدراسه العمليه اللي بتكون في المدرسه او المستشفى او دور الرعايه الصحيه. وطبعا اللي بيحدد هتاخد قد ايه ساعات نظري وقد ايه ساعات عملي هو السيستيمه بتاع المدرسه. اول كل سنه دراسيه بيكون في بلان بتوضح فيها هتدرس قد ايه نظري وهتدرس قد ايه عملي وامتى بالظبط. تاني سؤال معانا، بتقبض كام بالظبط اثناء فتره دراسه الاوس بيلدونج تمريض، وكمان بتقبض كام بعد ما بتتخرج؟ زي ما انتم عارفين الرواتب في المانيا بتتقسم لحاجتين، نتو وبروت. نتو ده هو المبلغ اللي بيبقى لك في اخر الشهر بعد خصم الضرائب، والبروتو هو ده اللي بيبقى مكتوب في العقد وده قبل خصم الضرائب. فالارقام اللي هقول لك عليها دلوقتي دي نتو، يعني بعد خصم الضرائب اللي بيبقى لك في الشهر. اوس بيلدونج التمريض بيبدا مع اول سنه ب 850 يورو وبينتهي مع اخر سنه دراسيه بيوصل لحوالي 1100 يورو. وبعد ما بتتخرج على طول وانت فريش بيبقى الراتب بتاعك البروتو 4300 يورو، وبيفضل لك نتو في اخر الشهر حوالي 2300 يورو. بس ده بيعتمد على شويه حاجات كده، يعني انت متجوز ولا لا، عندك اطفال ولا لا، بتشتغل شغلانه واحده ولا اكتر من شغلانه، الكلاسه بتاعت الضرايب بتاعتك ايه. ثالث سؤال معانا، ايه هي الشروط والاوراق المطلوبه لدراسه الاوس بيلدونج تمريض في المانيا؟ ببساطه الاوراق ممكن نقسمها نوعين، اوراق بتجهزها علشان تقدم بيها وتجيب الفرتراج او العقد من المستشفى او المدرسه او دار الرعايه الصحيه، واوراق تانية بتجهزها علشان تقدمها للسفاره وتاخد الفيزا علشان تسافر. فلو لسه ما جبتش ورقه وقلم قوم هات ورقه وقلم كده علشان تكتب ورايا. شهاده ميلاد، باسبور ساري لاكتر من 6 شهور، موتيفيشن ليتر او خطاب دوافع بيشرح فيه دوافعك انت عايز تدرس اوس بيلدونج تمريض ليه في المانيا، شهاده امتحان في اللغه الالمانيه بيتس فاي على الاقل، صور شخصيه واضحه، خلفيه بيضاء من غير اي تعديلات، شهاده اسمها شهاده التدرج الدراسي، ودي بتروح لمديريه التربيه والتعليم اللي انت تابع ليها وبتقول لهم انا عايز شهاده تدرج لابتدائي واعدادي وثانوي، او ممكن تجيب شهاده ثانويه عامه. ولو كنت دخلت كليه ومشيت فيها كام سنه هات منها ترانسكريبت بسنين الدراسه اللي انت درستها، ولو كنت اتخرجت هات كمان شهاده التخرج بتاعتك. وتاني زي ما اتفقنا بغض النظر عن مجال دراستك كان ايه. والورقه اللي بعد كده هي الفيش والتشبيه، واخيرا الفحص الطبي اللي بيبين ان انت فيزيكالي قادر على ان انت تمتهن مهنه الممرض. وكمان هتحتاج تجيب شهاده تطعيم لاي لقاح اخدته على مدار حياتك سواء وانت صغير وانت كبير، شلل الاطفال بقى الحاجات دي تعرف تجيبها من الوحده الصحيه عادي. واخر حاجه ودي بلس ممكن تجيبها وممكن ما تجيبهاش، وهي شهادات الخبره لو كان عندك خبره، اي تدريب او شغل في المجال، اي كورس اخدته ان شاء الله، حتى ارست هيلف او اسعافات اوليه. وبكرر تاني الخبره مش مهمه، الاصل في الاوس بيلدونج تمريض ان انت ما يبقاش عندك اي فكره عن التمريض. وطبعا الاوراق دي كلها لازم تكون مترجمه للغه الالمانيه. وانس ان انت الحمد لله جبت العقد بتاع الاوس بيلدونج تقدر تاخده مع شويه الاوراق اللي احنا قلنا عليها من شويه وتروح السفاره علشان تاخد الفيزا لالمانيا وتسافر وتبدا دراسه اوس بيلدونج التمريض في المانيا. وهنا لازم نقف علشان في حاجه مهمه محتاج اقول لك عليها. قبل ما بتاخد البفليجه فخمان اوس بيلدونج فورتراج لازم يتعمل لك فورشتيلونج سكيشبريش او مقابله شخصيه، واللي بتكون مع 3 اشخاص على الاقل، واحد من البيرسونال ابتايلونج او شؤون العاملين، وواحد من المسؤولين عن التدريب النظري او البخوفس فخشوله، وواحد من المسؤولين عن التدريب العملي واللي غالبا بيكون البراكسس اونلاين. مش عايزك تقلق خالص، الاسئله بتكون عبيطه فشخ وملهاش اي علاقه بالتمريض. يعني بيقول لك عرف نفسك، ايه هي الدوافع اللي عايز تدرس علشانها التمريض، هتعمل ايه بعد ما تتخرج، بس مفيش اسئله في التكنيكال تمريض. زي ما قلت لك الاصل ان انت ما تبقاش عارف اي حاجه عن التمريض اصلا. السؤال الرابع معانا واللي بعتبره اهم سؤال اللي هيخليك تحدد التراك ده مناسب ليك ولا لا، ايه هي التحديات والمشاكل اللي هتقابلك اثناء فتره دراسه الاوس بيلدونج تمريض في المانيا. اول تحدي بالنسبه لك هو هيكون اللغه الالمانيه، لان زي ما قلنا في الشروط والاوراق ان انت بتحتاج
البيتس فاي على الاقل علشان تقدر تقدم على عقد اوس بيلدونج تمريض. ودي حاجه انا بشوفها بصراحه دوب ناس كتير اتعلمت اللغه. المهم ان انت يبقى عندك شويه وقت، والاهم ان انت يكون عندك شويه كوميتمنت. تاني مشكله هتقابلك في دراسه الاوس بيلدونج تمريض هو صعوبه الدراسه نفسها، واللي يقول لك غير كده فشار. مواد كتير وامتحانات كتير ومفيش كتب معينه بتدرس منها، فمحتاج تكون نرد فشخ وعندك القدره انك تطلع على حاجات كتير. بلس ان انت بتدرس كل الحاجات دي بالالماني مع الالمان بلغتهم الام، فانت فاهم انت بتكمبيت مع مين. يعني باختصار اللغه بتاعتك محتاجه تكون فشخله والا هتداس في الرجلين. التحدي اللي بعد كده هو البروبوت سايت بروفو، وده امتحان بيكون بعد 6 شهور من فتره الدراسه، وبيتقيم فيه الجزء النظري بتاعك والعملي وكمان التطور اللغه بتاعك. مشكلته وصعوبته في حاجه واحده، ان انت لو نجحت بتكمل للاخر، انما لو سقطت انت بره الاوس بيلدونج، والكارثه ان في المان بيسقطوا فيه. والتحدي اللي بعد كده هو الابشلوس بروفو، وده امتحان مدته 3 ايام على الجزء النظري، واللي بتمتحن فيه كل حاجه من اول يوم لاخر يوم. بلس ان بيكون فيه امتحان اورال حوالي ساعه ونص، وكمان امتحان عملي حوالي 6 ساعات. كل ده على بعض بيسموه الابشلوس بروفو او الامتحان النهائي. وهنا لازم اقولك ان الامتحان ده بيكون على كل انواع التمريض كومبايند مع بعض. يعني بتمتحن على التمريض العام او الجيزوندهايت und Krankenpflege، وكمان بتمتحن على الالترنبفليجه او رعايه المسنين، واخيرا بتمتحن على رعايه الاطفال او الكيندا كرانكنبفليجه، الثلاثه مع بعض. واخر تحدي هنتكلم عليه النهارده هو انك لازم تعرف انك لازم تظبط حياتك كلها على الراتب بتاعك اللي هو من 850 اورو لحد 1100 يورو نتو، يعني ده اللي بيبقى لك في اخر الشهر. والراتب ده كويس لو انت عايش لوحدك، بس لو انت مسؤول عن اسره هيبقى الموضوع صعب شويه. طب انا بقول لك الكلام ده ليه وليه هيبقى تحدي بالنسبه لك؟ علشان ناس كتير بتفكر ان هي ممكن تيجي تشتغل جنب الاوس بيلدونج تمريض شغلانه تانية علشان تعرف تحسن الدخل بتاعها. ورقيا ده ينفع، يعني ليجالي ينفع، بس براكتيكالي في الحقيقه بقى مستحيل، وده لاكتر من سبب. اولا زي ما انتم عارفين ان اي حد بيشتغل في المجال الطبي دايما بيكون اون ديوتي ووقته مش بتاعه، وممكن يطلبوه في المستشفى في اي وقت، حتى في الفوخن اند في الويك اند. فمفيش اربايتس جيبه هيوافق يشغلك بظروفك دي، خصوصا وان انت مش هيبقى عندك وقت اصلا غير للمذاكره وحضور الدروس العملي والنظري وتطوير اللغه بتاعتك. اوريدي هيبقى عندك تحديات كتير. اخر سؤال معانا، لو عاوز تعمل اوس بيلدونج تمريض في المانيا وجهزت كل الاوراق اللي قلنا عليها من شويه، تقدم فين؟ كلم مين؟ تبعت لايه؟ ببساطه تقدر تقدم على اي مستشفى في المانيا، خصوصا المستشفيات الجامعيه. كمان تقدر تقدم على اي دار رعايه صحيه سواء للمسنين او الاطفال، واي منظمه رعايه صحيه عموما زي الصليب الاحمر. ولو عاوز تشوف فرص متاحه دلوقتي تقدر تشوفها على المواقع دي. ولو انت جد وماشي في تجهيز ورقك ومعاك شهاده البيتس فاي، ابعت لي على الانستجرام وانا هوصلك باللي يساعدك. اي خدعه، بس رجاء ما تبعتليش لو انت مش جد، علشان تحافظ على وقتي ووقت الناس اللي ممكن تكون جاهزه عني. شكرا وبتمنى لكم كل التوفيق، واشوفكم الفيديو اللي جاي. وما تنساش لو عجبك الفيديو ده تعمل لنا لايك وفولو وشير، ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات. سلام.